أهلا بيكم يا زملكاوية. مرتضى منصور باب الزمالك مفتوح أمام شيكابالا بعد الاعتزال. أول شيء هتشترك في القناة، يطلع لك الجرس الصغير، هتضغط عليه أو تشاور عليه أو تحط بصمتك عليه مهما كان عشان يتفاعل معاك، عشان يوصلك جميع الإشارات، لأن ناس كتير بتسألني في الموضوع ده. وأخيرا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك عشان نوصل الفيديو ده ل 50 لايك. أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن باب القلعة البيضاء مفتوحا أمام محمود عبد الرازق شيكابالا كونه أحد أبناء النادي خلال الفترة المقبلة عقب إعلان اعتزال الكرة. أضاف مرتضى منصور في تصريحات خاصة لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور اللي بيقدمه خالد غندور وأحمد جمال، قال إن شيكابالا أمامه قناة النادي اللي عمل بها أو العمل في المجال الفني بأحد فرق قطاعات الناشئين، وعليه تحديد وجهته المقبلة، مشيرا لأن شيكابالا ابن وأحد النجوم الكبار عبر التاريخ ودائما ما نحرص على الحفاظ على أبناء النادي. وكمان مرتضى منصور قال إن شيكابالا هيرجع بعد ما يخلص عقده المعار في الفريق اليوناني، هيرجع تاني للزمالك وهيكون متواجد معانا من الموسم المقبل وهيلعب معانا بأمر الله. وقال إن هو هينهي حياته الكروية في الزمالك. وأثنى رئيس الزمالك على ظهور اللاعب الداعم للفريق من مدرجات ملعب برج العرب خلال مواجهة جرماهيا الكيني واللي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4-0. كل التوفيق لشيكابالا ابن النادي.